السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش راكم بنات؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي. اليوم جيتكم بالطماطم. جيتكم فيديو جديد. اليوم راح نوريكم كيفاه نديروا نفرزوا الطماطم من عام للعام. وكما شفتوا في الفيديو اللي فات الطاقم تاع الحلل غسلت الكبيرة، راح ندير فيها هي والكيكوطة تاعي الكبيرة. راح ندير فيها. راح نبدو جاب لي احمد جاجو كامل البنات تاع طماطم. راح نبدا ننظفو ونغسلو مليح، ومن بعد نوريلكم كيفاش راح نديروا له باش نفرزوه من عام للعام. حبه من العام للعام. احنا عندنا هنا في مصر البنات الوقت هذا الطماطم ترخص، تكون رخيصه خلاص. احنا عندنا درك ب3 جنيه، يعني ب1500 جزيريه. 3 جنيه معناها 1500 جزيريه. وتوصل في الاوقات الاخرى وفي الصيف توصل لينا حتى توصل 30 جنيه، يعني 15000 20000. فالوقت هذا وقت الطماطم يعني رخيصه. ماشي طماطم بركه قدام من حاجه البنات. كيما انا جاب لي الجلبانه فقشرتها ودرت ليكم مع درت فيديو حتى هي، درت لها فيديو حتى هي نوريها لكم كيفاه نخزنها عندي. بصح ما جبتش كميه كبيره، جست ناكلو يعني ايامات وخلاص. ما نديرهاش كل يوم بطبيعه الحال. وجاب لي الطماطم انا اللي قلت له جيب لي كميه باش نفرزها، بس عندي خدمه بها نخدم بها في الدار. عندي ندير بها بيتزا كي تحبي، تلقاها واجده ديري بها اللي تحبي. ما باليش انا ديري بها محاجب، ديري بها اللي تحبي تلقاها واجده ديجا مرحيه وواجده ومحطوطه في اللغر. تحبي ديرها هي في بلاصه الصلصه تاع الطماطم، ديرها الصلصه اللي هي الطماطم كونسيرف. اللي حابه ديري بها. انا دوكا راح نبدا ننظف معاكم الطماطم. نبدا يعني انا جبت هذا 12 كيلو، هذوما 12 كيلو. جبت الكميه هذه نغسلها نبدا معها، ومن بعد نجيب الكميه الاخرى نهز شويه البنات عرجون تاعنا. هكا البنات بعد ما قطعت نص الكميه بطبيعه الحال، جست ما هزت لي البرمه. نديرها
نحطها في النار، نشعل عليها النار. اول ما نحسها تغلي نقص عليها، نقفل عليها الغطاء ونخليها. ما درتش لها ولا نقطه ماء البنات، ولا ماء ولا ملح ولا والو، ونخليها تطيب على مهلها حتى نشوف القشره طابت. كي تطيب لي القشره نحس طماطم طابت. كي تطيب نطفي عليها ونخليها تبرد، وبعد نرجع نقول لكم واش ندني لها. هذه هي البرمه، هذه هي البرمه الجديده اللي شريتها البنات. نكمل ونعاود نرجع لكم. هاي البنات بعد ما طابت خليتها قريب 2.5 ساعات وهي تطيب بعد ما بردت. هاي تشوفوها مشي باردة. هذه البنات عندها قريب 3 سوايع محبتش تبرد. المهم بعد ما تبرد نجيبو يا اما البراميكسر، اذا عندكم براميكسر الهاند بلندر، ولا الخلاط تاع العصير اللي نرحو فيه الفاكهه باش نديرها عصير. انا راح نديرها في تاع العصير الخلاط. نرحاها مليح ونعاود نرجعها. شوفوا البنات ترحوها باها بقشرتها بكل شيء، وبعد ترجعوها تخثير، ومن بعد بعد لا نرحاها نرجع نقول لكم واش راح ديروا فيها. البنات اللي راح نرحاها فيه، نرحاها زعما خدمت. شوف البنات بعد ما نرحاها نصفاها، نرجعها في البرمه ونرجع لكم ان شاء الله. البنات تعود زي هكا. شتوها البنات؟ نكمل نرحي الكميه كامله. شتوها لازم نرحاها مليح. نكمل نرحي الكميه كامله ونرجعوا نكمل نرحي كميه كامله في هذه البنات. نرجعوا نقول لكم راح نزيد. البنات رحيتها كامله، كنت نرحي نحطها هنا، ومن بعد كي كملتها رحيتها هنا حطيتها هنا كامله. شوفوا البنات رحيتها كامله. دركا مازالت خفيفه هكا، مازالت خفيفه هكا البنات. كيما قلت لكم بعد ما رحيتها نرحاها مليح. انا عن نفسي البنات كي نطيب الطماطم مليح ما نصفيهاش. انتم حابين تصفوها صفوها بعد ما ترحوها من كاش ما تخرج لكم قشور ولا حاجه. انا بالنسبه لي ما نصفيهاش. نجول اهم عنصر احنا لازم يكون مع الطماطم هذه باش تكون لينا زي اللي تباع برا، زي الكونسيرف يعني. هذا اهم عنصر البنات. يا اما تحطوه مع الطماطم يطيب. المفروض انا نسيت ما حطيتوش. كل 4 كيلو طماطم عليه مكعبه بطاطا صغيره وبالماء تاعها البنات. يعني اما طيبوها في وسط الطماطم مع الطماطم قبل ما ترحوها مع الطماطم، يا اما تطيبوها وحدها وتحطوا الماء تاعها هذا تحطوه في وسط الطماطم. نرحي هذه مليح، نصفاها خاطر ما لازمش تكون فيها كويرات وما باليش شيء. نصفاها البنات نعاود نرجع لكم. هذه البنات ما صورتش لكم رحيتها مليح مع الصلصه تاع الطماطم. هزيت شويه صلصه تاع الطماطم ورحيتها. هاي البنات قدامكم بعد ما رحيتها. شتوها بعد ما رحيتها حطيتها في وسط الصلصه وخلطها معها. راح تقولوا لي عليها اسماء ما باليش شي دوك ما تفزتش البنات، ما تفزتش خاطر مجربتها ديجا وتحفه وما تجيش طعمتها خلاص. شوفوا البنات نحركها مليح. شوفوا البنات عندي ديجا نزلت عندي صلصه، فنحاول نحركها هاي البنات. هي مازالت عندي صلصه. شفتوها نحاول نحركها. اساسي البنات البابريكا. البابريكا شوفوا البنات شوفوا انتبهوا مليح. اذا عندك بنجر اللي هو البيتراف الاحمر هذاك، اذا عندك تحطي واحد صغير بعد ما يطيب معاها تنحيه ما ترحيشه معاه. اذا ما عندكش كيما انا ما عنديش، تحطي كل 4 كيلو طماطم تحطي عليهم زوز غناجي بابريكا. 4 كيلو طماطم تحطي عليهم زوز غناجي بابريكا. انا عندي 12 كيلو طماطم راح نحط عليه زوز يعني 6 غناجي بابريكا. قدامكم شوفوا البنات هاي جايه ماهيش معمره. 1 2
ربع كيلو لولة، واحدة، زوز، ربع كيلو ثانيين، واحدة. عندي بابريكا الاخرى البنات حمرا، عندي هذه من المرة اللي فاتت حمرا على هذه نديرها. ماشي هريسة البنات، بابريكا. هاي البنات نفسها وشي، هذه حمرا على هذه برك. هذه لخ شو البنات، ونحرك. نجيبوا كعبة قارص البنات، هاي قدامكم نعصرها ونعمل نرجع بيه. هذا عصير ليمون البنات، كل ربعة كيلو طماطم نحطوا عليها معلقة صغيرة ليمون. هذه المعلقة الأولى، هذه الملعقة الثانية، هذه الملعقة الثالثة. البنات الليمون هو مادة حافظة. سكر البنات، معلقة كبيرة سكر على كل ربعة كيلو، على كل ربع كيلو طماطم نحطوا معلقة سكر. واحدة، اثنين، ثلاثة، خاطر ربعة 12. انا عندي 12 كيلو سكر، خليكم مركزين معايا. وراح نديروا على كل ربعة كيلو، على كل ربعة كيلو طماطم راح نديروا عليهم نص غنجية صغيرة ملح، ولا 12 كيلو راح نحط عليهم غنجية كبيرة ملح. هكا البنات، يعني وش درنا لكل استنوا البنات دقيقة. قلتلكم درنا لكل ربعة كيلو طماطم غنجي بابريكا، لكل ربعة كيلو طماطم غنجية صغيرة ملح، لكل ربعة كيلو طماطم غنجية كبيرة سكر، ولكل ربعة كيلو طماطم غنجية قارص عصير ليمون. ونخلطوهم كل مع بعضهم ونحطوهم يغلوا البنات، يغلوا حتى نشوفوها ثقالت. انهيت وانتهيت البنات. شوفوا الحيط الحيط كله طماطم، غير الارض، غير قندورتي، غير ما نقول لكمش. المهم البنات، غير من هنا شوفوا من هنا. هذه هي بعد ما طابت ثقلت. شوفوا كانت هذه ونص هذه، الطماطم كي كانت صحيحه كانت هذه معمره وهذه معمره. بعد لا رحيتها هذه وشويه هنا نصها تقريبا. دركا هذه خثيرت حطيتها مع هذه. شوفوا قعدت غير حله برك. المهم نخليها تبرد شويه باش نعمرها. غسلتهم، شوفوا البنات غسلتهم وشيحتهم. عندي تاع قزاز ولا في الساشيات، دوك ندير لكم طريقتين. المهم خلاها تبرد شويه باش نعمرها باش ما يكسرش لي بطبيعه الحال. عمرناهم البنات هكا كيما تشوفوا، كامل لازم يتعمروا للفم هكا كيما تشوفوا. نقفلوهم ونوري لكم واش راح نديروا لهم. شوفوا البنات، هذه المرحله الاهم. في تحت تاع البرمه حطيت منديله كيما تشوفوا، سيرفييت، وحطيت ما سخون يغلي، وحطيت البرطمانات عمرتهم هنا كامل، وشعلت عليها النار ونقفل عليها. اعطيني القفل. نقفل عليها البنات ونخليها نخليها تغلي 3 دقائق. ما تخافوش لازم ما يكسرش. ان شاء الله باذن الله الازاز ما يتكسرش. انا جربتها ديجا وعلى بالي بها ما تنفعش باذن الله ربي يستر. نخليها 3 دقائق ومن بعد نطفوا عليها ونخليها مقفول عليها هكا حتى تهجع، يعني الماء يبدا شوي يلذذ. ومن بعد نجبدهم نحطهم في الفريجيدير. تحبي تحطيهم في الفريجيدير، تحبي تحطيهم لبرا. هذه المرحله يسموها مرحله التعقيم.
ونحن نديرو فيها البنات تسمعوا القفال يطرشق. بعد كي تحطوه في الفريجيدير وتبرد، ولا تحطوها لبرا وتبرد، تجي تحلوها وكأنك تحلي في بطاطا طماطم جديده. شتي البطاطا تاع الطماطم نجيبوها، ولا تاع الكونفيتور نجيبوها نلقاوها مضغوطه هكا، نفس الحكايه. فيها بومبوز. بومبوز. نفس الحكايه البنات. تقعد معاكم حتى سنه. المهم كي تجبدوا البرطمان تحلوه، لازم تستخدموه مثلا لا كثرتوا 3 ايام 4. هذاك انا ما كبرتش البرطمانات، ما درتش في الكبار خلاص. هذا مكان البنات. نرجعوا ان شاء الله بعد وهذوما درتهم بقاو ليا، تقدروا ديروهم هكا بصح هذم يتحطوا في الكلاص، لازم يجمدوا. درت حق وجبه يعني نجبدها نحطها ديريكتومون. هذا هو البنات. نرجع ان شاء الله بعد ما نكمل، بعد ما يتريقلوا العلب ونصورهم هكا البنات. نكونوا كملنا الفيديو تاعنا تفريز الطماطم. هكا البنات يقعدوا ليكم من العام للعام ما يجرى ليهم والو. حابه ديري بيتزا تلقاها واجده، حابه تطيبي بها كسكسي مرقه، اي حاجه تلقاها واجده. احسن ما تشري الكونسيرف فيها المواد الحافظه ذي موادها كل شيء طبيعي. تحبي تديري بها المحاجب، تديري اي حاجه البنات. اذا عجبكم الفيديو، عجبتكم التفريزات تاع رمضان، قولوا لي نزيد نصور ليكم حوايج اخرى ان شاء الله باذن الله لرمضان. الحوايج بطبيعه الحال اللي تقدري تخزناها. انا ما نخزنش البطاطا مقليه والحوايج هذه ما نخزنهاش، باش كاينه طول العام، غير الحوايج اللي تغلى برك. هذه البنات. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك البنات باش يرفع عليا الفيديو، والاشتراك في القناه، ومشاركه الفيديو مع احبابكم واصحابكم وفي الفيسبوك وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي. نحبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.